هنقرا النهارده شباب مع بعض ان شاء الله ازاي عم نعمل انالايز للافكتس او التاثير. بنحلل تاثير اوف بزنس ترانزاكشن، اي ترانزاكشن جوه الشركه، على الاكاونتنج ايكويشن، على المعادله المحاسبيه. بنسميه ترانزاكشن. اي حاجه بتاثر على المعادله المحاسبيه بيبقى اسمه ترانزاكشن. انت سجلت، عشان كده لما نيجي نتكلم مع بعض نقول انت سجلت ترانزاكشن ولا لسه. ده اسمه انت سجلت ترانزاكشن، يبقى هيتسجل. بزنس ترانزاكشن ار بزنس ايكونوميك ايفنتس، اي حدث ريكوردد هيتسجل، اي حدث هيتسجل باي accountants. ترانزاكشن may be external or internal. ممكن الترانزاكشن اللي حصل ده يكون له علاقه بالناس اللي بره، او ملوش علاقه بالناس، او بالناس اللي جوه بس. companies carry on many activities. الشركات بتعمل activity كتيرة جدا، نشاطات كتيرة جدا. يعني واحد بيشيل من هنا لهنا، ده اسمه نشاط. واحد سافر عشان يخلص صفقة، ده نشاط. واحد راح يجيب بضاعة، ده نشاط. راح يجيب مواد مكتبية، ده نشاط. that don't represent business transaction. يبقى في بعض الاكتيفيتي بتأثر على الترانزاكشن، يعني بتتسجل، وفي بعض الاكتيفيتي ما بتتسجلش. انا قعدت مثلا مع عميل وتفاوضت معاه، تفاوض مش اكتر، لكن ما حصلش ما بيننا ديل، ده اسمه اكتيفيتي بس ما بيتسجلش. انا قعدت مع كذا كذا موظف جديد، ممكن مش كذا موظف، كذا كانديديت، يعني كذا واحد ممكن يجي يشتغل معانا، فده حدث بس مش بيتسجل. Examples are hiring employees, responding to emails. يعني انا اعين موظفين. تعيين الموظفين ده activity بس ما بيتسجلش. انا بسجل ان انا قبضت الموظفين لما بيشتغلوا. responding to email ان انا رديت على الايميلات، ما بتتسجلش. المحاسب ما بيسجلش الرد على الايميل. talk to customers، اتكلمت مع عملاء، ما بيتسجلش. and placing merchandise، انا اشتريت بعض الاوردر، عملت merchandising اوردر. الاوردر ما بيتسجلش، لما البضاعه تجيلي اسجل فعلا، انما الاوردر ما بيتسجلش. Some of these activities may lead to business transaction. بعض الاكتيفيتي بتخليك تعمل بعد كده transaction. يعني employee will earn wages، يعني الامبلي اللي انا عينته ده هياخد مرتبات، فلما ياخد مرتب اسجل المرتب، انما تعيينه ما بيتسجلش. and supplies will deliver ordered merchandise. السبلايز لما انا اعمل الاوردر merchandise اللي انا طلبت بضاعه، هيجي لي بعد كده موردين، فهسجل عمليه التسجيل ده. The company must analyze each event. كل الشركه لازم تحلل، او المحاسب بمعنى اخص لازم يحلل كل event to find out if it is effect. لو الايفنت ده بيأثر على الكومبوننتس او الاجزاء بتاعه الاكونتنج ايكويشن ولا لا. يبقى كل ايفنت اشوفه، ابص عليه، هل ده بيأثر على الشركه، على الاسيتس او اللايبيليتيز او الاونرز ايكويتي ولا لا. if it does، لو هو بيأثر يبقى the company will record the transaction. هتسجل في الحالة دي. لو هيأثر يبقى الشركة لازم تسجل الترانزاكشن دوت. فأنا عندي هنا بعض الايفنتس purchase كمبيوتر، أنا اشتريت كمبيوتر، هل ده يتسجل؟ ده أنا اشتريت فعلا وجاي الكمبيوتر الشركة، يبقى الأصول زادت في الشركة. هنا discuss products design، بتكلم على تصميم المنتج مع البوتنشال كاستمر، مع عميل محتمل. باي رنت، ده ما بيتسجلش طبعا، انا بتناقش بس، فما بيتسجلش. نو. باي رنت، انا هدفع ايجار. طالما هدفع ايجار، ده دفع، عمليه دفع، الاصول عندي هتقل والمصاريف هتزيد، فبالتالي هيتسجل. يبقى الكرايتيريا is the financial position، التاثير على القوائم الماليه، على الاسيتس، على اللايبيليتي، على الاونرز ايكويتي، هيأثر. لو انا اشتريت كمبيوتر هيأثر، لو انا دفعت ايجار هيأثر، انما التحدث مع العميل ولا هيزود لي اصولي، ولا هيزود عليا التزام لحد، ولا هيصرف حاجه، ده كله ما بيتسجلش. each transaction must have dual effect. كل ترانزاكشن من اللي بيتسجل ده بيبقى عنده حاجه اسمها dual effect، بيأثر بشكل على حتتين، يا اما الاصول مع الالتزامات، يا اما الاصول مع حقوق الملكيه، يا اما حقوق الملكيه مع الالتزامات. يبقى لازم يأثر حاجه مع اتنين مع بعض، لازم اتنين يتأثروا مع بعض، ما ينفعش واحده بس تأثر. اصل مع اصل ينفع، اصل مع اصل ينفع عادي جدا. يعني ممكن الدول ده يبقى في assets مع assets on the accounting equation. for example if the assets increase، لو الاصول زادت، لازم حاجه مثلا decrease in other assets، ممكن الاصول ممكن نفسها تقل، يبقى الاصل زاد واصل تاني قل. يعني انا اشتريت كمبيوتر، الكمبيوتر زاد، اشتريته بفلوس فدفعت فلوس، فالفلوس قلت، الكاش قل، فالاصل زاد، كمبيوتر زاد، والكاش قل، ففي الحاله دي decrease in other assets. او increase in liability، ما دفعتش، يبقى عليا التزام للراجل اللي انا اشتريت منه. او increase in owners equity، او زياده في الايكويتي، ان انا مثلا بعت بضاعه معينه فجالي ايراد، فالايراد ده من ضمن، او ريفينيو من ضمن الايكويتي. two or more items could be affected، ممكن كذا ايتم يبقى affected. for example on the assets increase ب 10000، another assets would increase ب 6000، decrease ب 6000، بس اللايبيلتي زادت ب 4000. يبقى في حاجات ممكن يبقى هنا انا اشتريت حاجه ب 10000، دفعت 6 فقل الفلوس ب 6،
بس عليا التزام باربعه، يبقى هنا ممكن يتاثر اكتر من حساب او اكتر من ايتم جوه الايكويشن. اشوفكم المحاضره الجايه.